بسم الله، أهلا وسهلا بحضراتكم في هذه الأمسية الكروية المنتظرة. إنه يا سادة عضو مجلس إدارة النادي الأهلي بإذن الله الكابتن سيد عبد الحفيظ هو الآن مرشحا على عضوية مجلس الإدارة، وبمشيئة الله سيدخل غمار العملية الانتخابية في النادي الأهلي. تاريخ من الاحترام والتقدير، سنتين خرج فيهم الكابتن سيد عبد الحفيظ من النادي الأهلي، ولكن هذا الخروج تقدر تقول انه خروج كان مكسبا كبيرا. احيانا الناس بتشوف الاصل وتشوف المعدن وتوزنه، فالميزان بيبقى في صالحك لما بتكون شخص صالح متزن، عندك من النبل ومن الشهامة ومن الفهم والوعي لكل الظروف المحيطة ليك كيف تتعامل. فكرة السنتين اللي قضاهم الكابتن سيد عبد الحفيظ كان فيهم اختبارات صعبة جدا جدا للنفس البشرية عموما. انك بتخرج من النادي الاهلي بيبقى عندك فرص كتير جدا جدا، فرص كتير انك تنقض، فرص كتير انك تنتقد نقد من تحت لتحت، فرص كتير انك تكسب حاجة، لا سيما وأنت لديك شعبية وجماهيرية أهلوية جارفة في كل مكان وفي كل حتة. لكن أن تكون مخلصا نبيلا، نقدك لما يخرج يكون نقد نظيف نقي، يبقى واضح للكل أنه الهدف منه هو الصالح العام، هتبقى هي دي النتيجة. أنك تدخل النادي الأهلي وتعود إلى النادي الأهلي من أكبر بوابة في النادي الأهلي، وسط حفاوة، وسط جماهيرية، وسط محبة كبيرة. أنا سعيد النهاردة وأنا بستضيف صديقي وأخويا العزيز كابتن سيد عبد الحفيظ المرشح على عضوية مجلس إدارة النادي الأهلي. يا مساء الورد. مساء الفل يا ريمو. والله العظيم وحشتني. وحشتني والله أنت كمان. إيه الإحساس وأنت دلوقتي مرشح؟ قبل من شهر ما كنتش مرشح، يعني كنت كابتن سيد عبد الحفيظ ضيفنا وزميلنا في البرنامج وشريك هذا البرنامج. إيه الإحساس؟ في حاجة اتغيرت؟ يعني خليني أقول ممكن برضو حاجة جديدة عليا شوية. ممكن في فترات شغل بيبقى لها عناوين كتير، المرحلة بتاعت الكورة، المرحلة اللي بعدها، المرحلة حتى في مدير الكورة ممكن يبقى لها شوية عناوين يعني. انت داخل دلوقتي في مرحلة مختلفة وعنوانها مختلف، عنوانها قيادة مثلا. مفيش خناقات صغيرة، مفيش تفكير مثلا ممكن يبقى كان يناسب مرحلة ما يناسبش المرحلة التانية، فيها شوية حاجات أتمنى من ربنا سبحانه وتعالى إن نكون موفق فيها يعني. تيجي نبتدي معاك من كلمة الكابتن محمود الخطيب وتقديمك في الندوات المختلفة، ومن ثم ندخل على طول في الحوار في الجزئية الانتخابية وهذه المرحلة اللي انت وصفتها انها المرحلة القيادية بالنسبة لك. يلا بينا. يلا. كابتن سيد عبد الحفيظ. ايه سيد وهو لسه شاب صغير ناشئين النادي الاهلي، فيعني عارف اصول النادي الاهلي وعارف اسس ومبادئ النادي الاهلي وتربى عليها وبيربي الاجيال القادمه عليها. سيد مدير كرة طبعا فترات طويلة جدا، أخلص جدا في عمله. سيد قدرته دلوقتي والقدرة اللي أنا شفتها فيه من سنتين تجعله أو تخليه يساهم بقوة في صنع القرار واتخاذه، مش تنفيذه. هو كان منفذ، النهارده هو خبراته الكبيرة يقدر ياخد القرار، يقدر يتابع تنفيذه، وطبعا القرار ده مع لجنة التخطيط او الكورة او الرئيس او نائب الرئيس او تفر يعني. ودوره الفترة اللي جاية دور مهم جدا، والحقيقة انا شخصيا الكورة امر
بيدار كل يوم، وانا مش هقدر ادير كل يوم. سيد هيقدر ان شاء الله. انطباعات وشك وانت والكابتن محمود الخطيب بيتكلم اقدر اعرفها بحكم معرفتي الشخصيه بيك، كلها تواضع من جوه، كلها شكر لربنا على ما انعم عليك بيه من الكلام الطيب اللي انت بتسمعه، على هتاف الجماهير، على احساسك بالمسؤوليه. وصفت صح ولا لا؟ طبعا يعني هي مسؤوليه، بس لسه قدامها خطوه يعني برضو عشان نبقى بنتكلم بواقعيه شديده. وانت لسه الموضوع ما خلصش كانتخابات. عندنا انتخابات يوم 31 في قائمة محددة على منصب الرئيس كابتن خطيب، كابتن أستاذ ياسين منصور كنائب، المهندس خالد مرتجي كأمين صندوق، وفي 7 فوق السن طبعا بالآدمية. في الأستاذ طارق قنديل، في الأستاذ محمد الغزاوي، في الأستاذ محمد الضماطي، في جرحي، في معهم أحمد حسام عوض، ومعهم حازم هلال وسيد عبد الحفيظ، وبعد كده في رويدة هشام، وفي ابراهيم العمري. انا بقول يمكن بس حته مهمه جدا، لو ربنا اراد ونجحنا دي خطوه اولى. مهم كمان المفهوم ده، يعني احنا في الاهلي ممكن تبقى عايش عيشه التطور بتاع النهارده وبكره، لكن باصاله امبارح اللي هي الادميه والسن. خلي بالك ده مهم جدا حتى في المجلس نفسه. يعني ممكن في ناس بيني وبينهم كعمر قليل شويه، او ممكن انا اكبر كمان في السن، لكن لازم على نفسي قبل غيري ان انا راعي ادميه المجلس. حتى الادميه طبعا يعني حتى لو كانوا اصغر في السن، لكن في ادميه في المجلس. في ادميه تراعيها في الكلام، وتراعيها في الترتيب، وتراعيها في القعدات، وتراعيها في التقدم في الاسماء. ده مهم، دي اصاله مهمه قوي انها تفضل موجوده للاجيال اللي بعدها واللي بعدها واللي بعدها. مين قالها لك؟ مين قالها لي؟ مين قال لك الجمله دي؟ يعني جات لك منين الجمله دي؟ يعني انت دلوقتي عضو مجلس اداره. هي مش جمله اتقالت، هي عيشه، هي حياه بتعيشها. هي حياه لازم تعيشها. انت بتشوفها مع اللي قبلك واللي قبلك واللي قبلك. على فكره اكتر. ايوه بس انت اول مره تخش مجلس الاداره، يعني دي فلسفه خاصه بيك. يعني انا يعني دي فلسفه خاصه بيك. السؤال يعني دي فلسفه خاصه بيك، ولا انت لقيتها قبل كده من ناس حواليك، او سمعتها من ناس حواليك؟ مش شرط تكون عشتها، بس ممكن تكون طبعا سمعتها من ناس حواليك. انا شفتها بعيني، عشتها. يعني على فكره في ناس ما تجيتش الكلام، لكن بتشتغل على المعنى. يعني في ناس ما عندهاش لباقه الكلام، ماشي، لكن كل افعالها ومواقفها تدرس. زي تمام اشخاص يعني، ولا بتتكلم في مواقف؟ زي موقف ما انت حاسس ان هو وانا صغير كان انت عارف، واحنا كان الاول لسه الفروع الثانيه ما اتفتحتش. احنا دلوقتي ما شاء الله عندنا 4 فروع، عندنا اهل الجزيره، وعندنا اهل مدينه نصر، وعندنا اهل الشيخ زايد، وعندنا اهل التجمع. فكان في اهل الجزيره بس. كان بكلمك ده في سنه 89. ماشي. فكان لما كان يبقى في ما كان ملعبين، ملعب صغير قوي وملعب التتش طبعا، وكان في ملعب تاني كان رقم 2، كانوا مسمينه رقم 2، ورقم 3 ده كان ملعب بيبقى صغير، كان عاده بيستخدم في الاختبارات وكده. فكان لما يبقى في ناس مع يعني مدارسها الصبح او مدارسها بعد الظهر، التمرين الصبح، فبيبقى اختلاف في المواعيد كده شويه. فكان في مرحله عمريه بيبقى في واحد فيهم ما لحقش تمرين المرحله بتاعته، يلحق المرحله اللي بعدها. لو اصغر في السن بيبقى هو الليدر بتاع اليوم ده. رغم ان موجود في الفرقه ناس ممكن تبقى على المستوى الفني اعلى منه، بس هنا بيدي لك رساله ان انت تحافظ على فرق السن ده، وتحافظ على الادميه كمان. تمام. فده معنى انت بتعيشه فبتتربى فيه. قابلوك ازاي؟ انا زي ما قلت لك يا ابراهيم، انا مقتنع تماما اصلا قبل حتى ما يبقى في اي حاجه ان اي حد بيخدم الاهلي في اي مكان، لكن هم اصحابي كلهم، يعني انا اعرفهم كلهم. تمام. يعني من فترات بعيده جدا، على المستوى الشخصي، على مستوى العمل، على مستوى السفريات، على مستوى التعامل. اعتز جدا جدا بكل واحد فيهم، وهي مسؤوليه
شرف ما بعده شرف ان انت ولا يجي في بالي لحظه ولا في يوم حتى يعني قبل كده، ولا خططت ليه خالص، ولا بخطط لحاجه مستقبلا اقسم بالله خالص. ممكن الناس تشوف ان ده عيب، لا مش يعني عيب. انا بشوف ان ده راحه. تمام. انا بشوف ان في فرق بين حاجتين، ما بين البصمه والاثر. يعني واحد ممكن يسيب بصمه، البصمه دي يعني بتبقى عايده عليه شويه وتبقى نجاح للمكان برضه، لكن الاثر ده بيبقى مردوده واستمراريته كبيره جدا عند الناس. تمام. ممكن واحد كمان يستخدمه بعدك، تبقى قدراته اعلى منك شويه بس انت سبت فيه اثر، ويبقى حظه احسن من حظك فيطير بالمكان. على مستوى التعامل الانساني فبتلاقي الثواب عند ربنا سبحانه وتعالى، او مستوى الشغل. حاسس ان مش انت شرط ان انت اللي تستفاد باللي انت عملته، ممكن غيرك يستفاد. حققت اثر ولا سبت بصمه؟ والله دي محدش يقدر يتكلم عن نفسه خالص، يعني انا بشوف ان ده بيبقى عند الناس ومردود عند الناس ونتائج ربنا سبحانه وتعالى بيوفقها عندنا يعني. اتخضيت من حب الناس في الندوات؟ حسيت بمسؤوليه كبيره قوي، وحسيت ان في دور مهم جدا جدا ان انت تبقى، لو ربنا اراد ونجحنا المجموعه كلها، يعني انا بتكلم بالشكل العام يعني. مسؤوليه من اختيار الكابتن محمود الخطيب ليك، ده برضو مسؤوليه كبيره جدا بالنسبه لك، وهو مسؤول من الجمعيه العموميه. كابتن محمود الخطيب اللي اختارك ولا حضرتك اللي كنت عايز تخش الانتخابات؟ لا، هو اختارني الراجل، يعني هو اتكلم معايا بشكل تفصيلي، يعني مش هنسترسل فيه طبعا، لكن في شكل تفصيلي كان اشكره عليها جدا جدا جدا، واقول برضو ان هي مسؤوليه كبيره قوي عليا وعلى يعني عاتقي زي ما بيتقال يعني، ويا رب ان شاء الله الرحمن نكون موفقين. فتحتوا في القعده دي اي كلام قديم؟ لا خالص. ما فتحتوش اي حاجه قديمه؟ اكن بتبتدوا حاجه جديده من اول وجديد؟ يعني انا ما عنديش حاجه شايلها اصلا. يعني انا ما عنديش حاجه شايلها، يعني في حاجات كشكل سوري كاحساس انساني لازم هتبقى موجوده، لكن يعني نوع من حاجه قديمه وتتربى وتكبر وكده، انا ما بحبش اعمل كده خالص. ما عنديش الحته دي. صدق. انا ببقى عايز اشوف بكره. تمام. عايز اشوف بكره، وفي نفس الوقت الادارات بتبقى لها وجهات نظر مختلفه يا ابراهيم. حتى وجهه نظر المدربين نفسها في الامور الفنيه لو مش راجعه لاي حاجه شخصيه ما بيبقاش فيها ظلم، هي قناعات يعني. كابتن محمود الخطيب قال جمله اول مره اخد بالي منها، قال كابتن سيد كان في موقع التنفيذ وكان بينفذ القرارات باجاده او بشكل او باخر يعني. الان كابتن سيد عبد الحفيظ اصبح في موقع اتخاذ القرار وهو قادر عليه. ما اتخضتش من الجمله؟ هي بتبقى مسؤوليات، بتبقى بنسب. ايوه. يعني كل واحد في حجم عمله بيبقى له مسؤوليه معينه يعني. ممكن تبقى المسؤوليه دلوقتي اكبر شويه، اعلى شويه، لكن انا اشوف ان من قديم الازل هو خط واحد. يعني احنا مش المدينه الفاضله طبعا، عندنا اخفاقات، ولا كل البطولات اللي احنا خسرناها ديت ما هي اخفاقات. ماشي. مظبوط. لكن عندك حاجات ايجابيه كبيره جدا، اهمها هو ان انت شايف الاهلي، مش شايف غير الاهلي. تمام. وعلى مدار التاريخ يعني لو قعدنا نسترسل شويه كده هتلاقي اي مسؤول من قبل سيد، وان شاء الله الرحمن بعد سيد بكتير، وهو كده يعني ان شاء الله الرحمن هتمشي بالشكل ده. لما يجي لك مرحله اختيار ما بين فرد والفريق مثلا، تختار الفريق. بيختار الفريق. طب ما بين شخصين وفريق، فريق. تختار الفريق. بين 3 والفريق بتختار الفريق. الراجل ده في 85 سنه 85 انت ما اخترتش 16 لعيب. ايوه. عتاوله في الاسماء. واخترت الفريق. فربنا سبحانه وتعالى يقوم، انا مقتنع بده تماما ان ربنا سبحانه وتعالى بيوفقك في الاختيار الصح اللي ملوش حسابات. ما يبقاش عندك حساب لحد. ايه اللي خلاك توافق على مساله وجودك كعضو مجلس اداره في النادي الاهلي؟ حسيت ان ممكن يبقى ليا دور. تمام. حسيت ان ممكن يبقى عندك اختصاص ممكن يبقى تفيد بيه النادي. حسيت ان انت ممكن تشارك. مقتنع تماما بالعمل الجماعي، تماما بالعمل الجماعي.
ممكن يبقى ليا ربنا سبحانه وتعالى يريد ان انا اعمل حاجه كويسه او اساعد معايا وزمايلي، مش انت لوحدك، ده زمايلك في ملفات كتير، لان النادي فيه حاجات كتير مش كوره بس يعني. نقدر ممكن نقول انه ممكن اكون اساهم مع كابتن محمود مع بقيه المجموعه ان احنا نعمل حاجه كويسه تبقى حاجه للنادي، يعني تضيف للنادي حاجه كويسه ان شاء الله الرحمن، ونرد له حاجه. احنا في الدايره بتاعتي، دايره اللعيبه، ايوه الدايره بتاعت اللعيبه اللي انا شفته من سنه 89 لحد دلوقتي، في ناس بره النادي تمام عملت حاجه لاسمائها ماشي في مجالات مختلفه، ماشي. لكن في الدايره اللي انا اشوفها واللي انا عشتها واللي اتعاملت معاهم فيها، انت من غير الاهلي ولا حاجه. كل حاجه حلوه في حياتك هتلاقي يا اما الاهلي بشكل مباشر اساسي فيها، يا بشكل مستتر تمام، يا سبب اساسا يعني. فانت الدايره اللي انا شفتها وعشتها من اكبر اسم لحد اللي اصغر مني، هو الأهلي من غير الاهلي ولا حاجه. صلاحياتك واضحه. انا عارف انه الكابتن محمود الخطيب اتكلم في اكتر من ندوه وقال انه انا الفتره اللي جايه مش هبقى موجود، زي ما عرضت شويه من الندوه، عندي كمان اجزاء تانية، انا مش هبقى موجود الفتره اللي جايه، وهسيب لسيد عبد الحفيظ الاجزاء المتعلقه بملف الكوره. هل عندك صلاحيات واضحه؟ طبعا اسم مسمى؟ طبعا في صلاحيات واضحه، وانا من الناس اللي بحب جدا يبقى ليك صلاحيات او ليك اختصاصات اقدر احاسبك عليها او تحاسبني عليها تمام. لكن برضو خلينا نتكلم في الاطار المعقول والواقعي اللي انت عايش فيه. يعني انت مشرف على الكوره، في وجود كابتن محمود الخطيب ده مش هيبقى موجود يعني لا عقليا ولا ادبا. انت فاهم يعني. فالموضوع بالنسبه لك مش مهم المسمى ايه، قد ما هم اهم الاختصاصات ايه وتنجح فيها. ماشي. يعني ما تدورش على انت الاسم ايه، الاسم كبير جدا جدا لكن الاختصاص قليل قوي. اوكي مثلا يعني ماشي. او النتائج قليله جدا يعني، ايه الفايده بالنسبه لك يعني؟ لكن على مستوى الواقعي طالما موجود كابتن محمود فهو المشرف على الكوره طبعا. لا هي الفكره ما اقصدش بيها كده، اقصد انه لما بيكون انت عندك تايتل واضح، كابتن سيد عبد الحفيظ نقطتين، المشرف العام على كرة القدم او القائم على الاشراف او هذا المسمى هو بيسهل لك عملك مع بقيه القطاعات الاخرى. هو ده عشان الوضوح وبيبقى واضح بالظبط كده، وبيبقى واضح على عكس ما انا ما بقاش عارف هو صدر قرار مجلس اداره بالشأن ده ولا ما صدرش. طب هو فعلا بيدير علشان خاطر الكابتن قال بس فقط لا غير، ولا هو بيدير وفي قرار مجلس اداره داعم لهذا التايتل او لهذا بص احنا كان في جلسه طبعا مره واثنين وثلاثه مع الكابتن تمام، لكن برضو عشان ابقى يعني بتكلم بواقعيه شديده. اتفضل. ولحد دلوقتي ما فيش المجلس اساسا، لا ما نجحش لحد دلوقتي. ايوه ممكن اجاوبك على السؤال ده يوم السبت. ماشي تمام ماشي. عشان يبقى في حاجه قائمه نموذجيه حقيقيه. مظبوط. فجاوبك عليه عشان ما تسبقش الاحداث يعني. طبعا. طيب الجزئيه بتاعت انه كابتن سيد عبد الحفيظ دخل النادي الاهلي وبدا يعقد اجتماعات، هل حصلت ولا لا؟ يعني في حاجات مع الكابتن طبعا يعني، وفي حاجات ممكن تبقى سؤال او اقتراح او راي او فكره، لكن مش في اداره التنفيذ، لان انت لحد دلوقتي يعني انت ما عندكش مسمى رسمي يعني. الانتخابات ما اتفعلتش لحد دلوقتي، انت لسه يوم الجمعه ان شاء الله الرحمن يعني. يعني الكلام اللي ممكن يكون بيتقال دلوقتي لسه مش. لا هو انا مش غريب عن النادي يعني، ممكن اكون بره اصلا وبتكلم مع الكابتن او بتكلم مع حد من زمان، ما فيش مشكله يعني. طيب. يعني لو انا شايف حاجه مثلا ولا حاجه حتى لو انا بره يعني. سالت استاذ محمد الضماطي بالمناسبه اجي لك في القصه دي في جزئيه كده تتعلق بالانتخابات، فرد على رد بعنوان قوي قوي يعني. قال لي الانتخابات ديت هي انتخابات ياسين منصور وسيد عبد الحفيظ، انت شايفها كده؟ لا انا شايف المجموعه كلها. انا زي ما قلت لك يعني طبعا هو انا بشكره طبعا على التحديد ده، لكن هو طبعا هو اقدم مني اساسا من المجلس، بقاله ده ثالث مجلس لضماطي.
ممكن يغلط في الرقم على فكره. حباك باعت لي النهارده وهنعمل مسابقه على الهوا. انا كنت بجر رجله بس. ده داخل الموضوع بجد لا بس هو عنده معلومات كويسه، حق ربنا. ده فاجئني بمعلومه. عنده معلومات كويسه جدا. هو ما عندوش التاريخ، ما عندوش التاريخ خالص. وبعدين انا فوجئت كمان ان معانا واحد في المجلس بقى بينسى حتى الاسماء جرحي. فهو الحكم بينا. طب انا عندي اقتراح، احنا نسقط الضماطي في الانتخابات ويجي مكان دي في البرديه. ايوه صح. طيب خليني ارجع تاني للجزئيه اللي ليها مجموعه بس الاول، مجموعه عشان العنوان اللي قاله يبقى كويس طبعا وكل حاجه، لكن في النهايه هي مجموعه هتنجح كلها تمام بعمل جماعي اللي انا مؤمن بيه تماما، يعني باختصاصات لكل واحد. وانا عندي حاجه مقتنع برضو بيها. انت ممكن تساعدني في شغلي ماشي، لكن ما تجيش في شغلي، يعني ما تجيش عندي وتفرض شغل او تفرض حاجه عليا. لا فاهمها. خلاص، بمعنى انا وانت اصحاب ماشي، خلاص، ممكن اشوف حلقه عندك ما عجبتكش ماشي، مش بيحصل خلاص، لكن في النهايه انت اللي مسؤول، انت اللي تاخد القرار يا ابراهيم. صح. ممكن اساعدك او ادي لك اقتراحات، وكل ما العلاقه بقت كويسه ايوه وما فيهاش اي نوع من التوتر ولا التنشن ولا العصبيه، هسمع. هتسمع بشكل حلو، لكن في النهايه في خط. ده مهم جدا 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 في اي شغل. ده اختصاص سيد، ده اختصاص ضماطي، ده اختصاص جرحي، ده اختصاص مثلا فلان في فلان، ده ملفه ممكن نساعد فيه ونساهم فيه كشغل جماعي، لكن كل واحد له حتته يعني. طيب مجهز نفسك لانك ممكن يحصل اختلافات في وجهات النظر ما بينك وبين الكابتن محمود الخطيب، ما بينك وبين الاستاذ ياسين منصور؟ دي حاجه صحيه على فكره. دي حاجه صحيه. انت ما فكرتش مرتين يعني؟ لا حاجه صحيه جدا. الاختلاف وضع طبيعي في الحياه اساسا يعني. مفيش مشكله، كل واحد له وجهه نظر وممكن تبقى اشمل واعم من اللي انا شايفها يعني. في اكتر من مره في الندوات من خلال المتابعه بتاعتي لقيت انه الناس اول لما بيتقال اسم الكابتن سيد عبد الحفيظ في تفاعل كبير جدا جدا. هل انت بتتعامل مع الجمعيه العموميه زي ما بتتعامل مع جمهور النادي الاهلي كلاهما نفس الطبيعه، ولا هنا الموضوع مختلف؟ الجمعيه العموميه ليها طلبات، ليها علاقه مش بس شغلك بالكوره، انما ليها علاقه بالشغل اللي جوه النادي نفسه، الاعمال الانشائيه، انك توفر لي اكتر سبل للراحه. ده سؤال انتخابي بحت طبعا. خلي بالك بس زي ما قلت، اتكلمت من شويه، احنا كلنا فرقه او كلنا عمل جماعي، وكل واحد بيجي له دور على فكره. تمام. وممكن واحد يبقى مسؤول عن الحاجات دي، انا ممكن يبقى عندي شويه معرفه، شويه معلومات، شويه حاجات من اللي بتحصل، اساهم برايي، بفكره، باقتراح، لكن اكيد كل واحد له ملف ده والمتابعه. لكن احساسي الشخصي وانا داخل النادي الاهلي ما اتغيرش من يوم ما دخلت. انا بحس ان انا داخل العيله. وكان عندنا يعني قاعده مع الرواد في النادي، يعني انت بتحس ان ده اخوك الكبير، والدك، والدتك، اخوك، يعني الاحساس ده حلو قوي يا ابراهيم على فكره. الاحساس ده جميل جدا. في ناس بتنزل من النادي في دفى يعني، بتنزل من بيتها الصبح وترجع على النوم، يعني هي حياتها النادي. انت لازم تقدر ده، مش مساله تحترمه وتقدره. ايوه، ان حياه ناس هي الاهلي، ما تعرفش حاجه تانية، يعني ما عندهاش منفذ تاني في الحياه غير الاهلي. الناس لما قابلتك قالت لك ايه اكتر حاجه سمعتها جوه الندوات المختلفه، جوه جولاتك في النادي؟ يعني بيفرق معايا قوي لما بتلاقي مثلا دعاء من حد انت بتشوف في عينين الصدق الكامل. يعني بتفرق جدا، يعني بتفرق، وخصوصا كمان لما يكون كبير في السن. لكن مش ليا لوحدي والله، المجموعه ككل، المجموعه ككل الحمد لله يعني فيها قبول كبير جدا. و يعني بعد شويه ممكن نتكلم على اسم يعني برضه في افكار حلوه قوي، وانت بتعرف تقيم الناس بشكل جميل يعني، او شكل كبير يعني. فان شاء الله الرحمن باذن الله نكون اضافه باذن الله. خليني اسالك على الحته بتاعت الكوره. بتشوف ازاي دلوقتي فرقه الكوره في النادي الاهلي، لما اكيد بتشوف حاجات جوه النادي دلوقتي، رؤيتك وانت كمحلل حاجه، ورؤيتك وانت جوه المطبخ حاجه ثانيه. شايف فرقه النادي الاهلي ازاي؟ شايف الامور مطمئنه بالنسبه للجمهور ولا لا؟ شايف في حاجه صعبه ولا لا؟ بص، طول ما انت بتلعب كوره بتبقى عايز تفرق شويه مهما كان وضعك. وقلت لك مره احنا في حلقه هنا، قلت لك
اللي دايما بيحس ان هو بيلعب لوحده اداؤه بينزل قوي. لكن عندك احساس دايما ان في حد بيخبط وراك او بيدبدب وراك، فانت بتطير لو انت عندك الامكانيات والقدرات يعني. ايوه. بشوف دايما ان انا كل ما هتجيلي فرصه ان انا اول فرقه لازم اقويها. بشوف ان انا كل ما يبقى الفرقه فيها عناصر يعني تعرف وتقدر قيمه النادي، تمام، ده مهم جدا 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 بالنسبه لي. دي رسائل واضحه دي. بمعنى ايه؟ التاريخ كل ما بيتكرر وبتلاقي النتائج واحده، انت ماشي بشكل مستقيم، صح، مليار في المية. ماشي. مليار في المية. ماشي. فانت كل ما بتختار الفريق الكامل اللي هنتكلم فيها في الاول يا ابراهيم، فبتلاقي النتائج ايجابيه جدا. ماشي. يعني في 85 انت اخترت فريق زي ما اتفقنا مثلا، يعني بعد شويه حتى لما جه في سنه 2000 وحصل اختلاف ما بين شخص ولا اتنين ولا التلاته ومشوا من النادي، تمام، بتلاقي النتائج برضو ايجابيه. يعني هات لي ابرز اسماء مثلا مشيت من الاهلي وراحت اي مكان تاني، وشوف السنه اللي بعدها على طول ابرز الاسماء. ابرز اسماء ممكن تيجي في بالك، يعني تيجي في تخيلك، يعني هتلاقي النادي الاهلي ماشي كويس بعديها برضه. هتلاقي الاهلي على طول ماشي كويس على طول. فاذا هنا الاساس بتاعك هو النادي، هو الاسم، هو الهويه بتاعتك. انا بقول لك هات لي اي اسم في دماغك، اي اسم مشي من النادي، تمام، وشوف السنه اللي بعدها. يعني ممكن تبقى لعيبه كويسه جدا جدا ومؤثره جدا، وهي في الاهلي كانت مؤثره. ايوه. بس الاهلي خد طريقه. أيوة. وهو راح طريق تاني. بص المردود اللي بعده، السنه اللي بعدها ما كانش في نفس السنه، بص السنه اللي بعدها، بقول لك هات اي اسم، هقول لك اللي بعديها على طول خدنا يا افريقيا يا اما نتائج مبهره جدا حتى في الفرقه اللي راحوا لها. مع الفرقه اللي راحوا لها، يعني المفروض ان هو بيقويها. ايوه مظبوط. ايوه. لا انت بتلعبها بشكل مباشر فبتكسبها السنه اللي بعدها، تمام، وبتكسبها سكور كمان. يعني مش واحد ولا اتنين يعني. طيب ده يخليني اسالك على الجزئيه، اكيد انت سامعها وشايفها كويس. جمهور النادي الاهلي مستني من كابتن سيد عبد الحفيظ كتير قوي في الحته بتاعت الكوره، لان انا بشوف التعليقات، واحنا النهارده الهاشتاج بتاعنا هو عبد الحفيظ مع فايق، ابعتوا لنا طبعا على الهاشتاج. فانا شايف الناس عماله قبل ما اخش الحلقه كل اسئلتها رايحه ناحيه الكوره. قناعاتك ايه برؤيه الجمهور في الحته بتاعت اوضه اللبس، في الحته بتاعت الارقام بتاعت اللعيبه؟ قناعاتك ايه؟ ما تقوليش انت هتعمل ايه، ايه اللي قناعاتك؟ هقول لك. يعني اولا احنا كمجموعه زي ما قلت لك هدفنا حاجات كتيره، ومنها التنميه والاستثمار اللي هو شعار الحمله يعني عندنا. اوكي، في حاجات للنادي لازم تتعمل في النادي، يعني ان شاء الله الرحمن نبقى موفقين فيها باذن الله، كل المجموعه باذن الله، طبعا برئاسه الكابتن محمود الخطيب. اما يخص الكوره مش لوغاريتم يعني. الكوره عباره عن شويه حاجات بعينين حلوه وقدرات ماديه. انا اشوف ان الاثنين دول لازم يكونوا موجودين في الاهلي على طول. يعني قدرات ماديه موجوده، وعين تختار بشكل معين يعني. ماشي. وشكل يليق بالنادي، بعقليه النادي، تمام. واي حد مهما كان اسمه ومهما كان نجوميته ومهما كان هو مين، بس مش مقدر اللوجو ده، تمام، ولا اهلا وسهلا وربنا يوفقك في حته ثانيه، تمام. ده الاساس، ده العنوان، دي قناعه، ده العنوان مهما كان. اوكي، لان انا يعني انت لا اغلى من ده عنوان مهم يا شباب، ده تكتبوه، ده عنوان مهم. لا انت لا اغلى من اللي راح، ولا جبت لي زي اللي راح على فكره، ولا جبت لي زي اللي راح، تمام. بس انا عايز اكمل، وعايز اكمل بهويتي، بطبعي، بشخصيتي، باسلوبي، بالاجواء بتاعه النادي، الاجواء اللي هي فيها سعاده وفرحه واتزان وتواضع ومعرفه المكان اللي انا فيه ومقدره ومقدر تاريخه. يعني لازم الناس كلها من الصغير والكبير يبقى عارف ده يا ابراهيم. طيب ده هيخليني اسالك في جزئيه ليها علاقه بالرواتب. هل ممكن تتدخل في وقت من الاوقات وفقا لقناعاتك، تتدخل في انه يتعمل سقف للرواتب منطقي ولا؟ بص انا ما دخلتش اساسا لحد دلوقتي عشان اعرف الدنيا ماشيه ازاي بشكل كبير. مش انا بسالك قناعاتك، يعني القناعه حاجه وانك تخش حيز التنفيذ حاجه ثانيه. احنا دلوقتي بنتكلم في القناعات العامه يعني. اخش بس اشوف الاول، اشوف الدنيا ماشيه ازاي عشان اتكلم كلام يبقى هيتحسب عليا بعد كده. فاشوف الاول الدنيا ماشيه ازاي. لكن انا بقول لك انا الاساس بالنسبه لي ده،
الدماغ. العقلية. لو العقليه ما تناسبنيش، ما تناسبش النادي خالص، لا. مع الف سلامه، باحترام شديد على فكره. في حاجه من ملف التجديد بتاعت اللعيبه، خايف ديانج انه يمشي، خايف عبد القادر ما يكملش، او بلاش خلينا نغير كلمه خايف لان انا عارف انك هتعترض عليها. مساله انه لعيب ما يكملش زي ديانج بتشوفها ازاي؟ مساله انه لعيب زي عبد القادر ما يكملش بتشوفها ازاي؟ اي حد من اللي عايزين. لعيبه مهمه جدا ولاعيبه كويسه جدا جدا، واحنا اتكلمنا على فكره قبل كده عليهم حتى من قبل ما أيوة ناخد الخطوه ديت. أيوة. انت ديانج انا فاكر واحنا في امريكا لازم يلعب يا جماعه، طبعا لازم يلعب طبعا يا جماعه طبعا. بس في النهايه بيبقى في اختيار. انت بتبقى شايف انا عايزك، انت ممكن يبقى عندك وجهه نظر تانية، يبقى المشكله اتنقلت عندي. مظبوط. ايوه. لو انا عندي البديل او عندي الحد كويس خلاص. لكن الاثنين طبعا انا اشوف ان هم كويسين جدا 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 يعني. طبعا يعني مفيدين جدا يعني. ممكن ناخد من الهاشتاج لما نرجع، ناخد طبعا من اسئله الناس وتعليقات الناس. عبد الحفيظ مع فايق ده الهاشتاج بتاعنا. اول لما ارجع مباشره هاخد من اسئله حضراتكم. يلا بينا.